يوميا الا على اصواتهم في الكورنيش. طيط 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 واغاني واهازيج وفرح وما ادري وشو، واقوم من نومي على صوتهم. اقسم بالله العظيم ما حسيت بلحظه ازعاج. هو ازعاج حق اللي بيرقد، بس انا مش منزعج. تدرون ليش؟ اشوفهم فرحانين، هم فرحانين فينا مبسوطين، والله مبسوطين. انا اقعد معاهم للصبح. انا ما الوطني يا اخي يوم اللاعب يجي يقول يا اخي انا لعبت 100 مباراه، يا اخي ما لعبت على ارضي مباراه رسميه، ايش تتوقع مني؟ اكيد بيفرحون بيستانسون بيصيحون، مشاعر رياشه عندهم. اللي انا اشوفه اليوم شيء حلو ان هذه الارض اصلا لازم احنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. اذا تبون قوميه، تبون عروبه، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. انتم تبونهم اليوم في احضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني انا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين اسمعهم نبي البطوله نبي البطوله. شنو البطوله؟ بطوله كره قدم، بطوله كره قدم، وجمعت لكم هذه الامه كلها من قبل لا تبتدي البطوله، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميله اللي قاعد نشوفها. والناس يقولون لكم تعالوا يا اخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل اليكم، تعالوا. بعضهم فقد الامل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا اصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الاخ محافظ البصره اسعد العيداني يقول احنا طالبنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعه الخير، احنا ارجع واقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغه، ما في اي يا جماعه الخير. الارض هذه لو احنا تبينا معاهم فتره بيشتغلون في البنيه التحتيه، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الانفاق، بيشتغلون في البلد، لانهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، بيشوفون الناس قاعد يجونهم، بيصير في سياحه، في تجاره، في علم، في ثقافه. ترى هذول كانوا اصلا في الاساس هم هاي حياتهم. البصره في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحه. سك فيهم لان هم متمسكين فينا، ترى هم متمسكين فينا على مدار التاريخ، ترى هم ما تخلوا عنا.